تعال اقول لك على مفاجأة جديدة من حكاوي مصر هتستغرب قوي لما تعرفها. حكاية اول اغنية ودنك سمعتها واتعلمت عليها المشي كمان. والاغنية دي ما طلعتش مصر خالص. فاكرها؟ اكيد فاكرها. اللي هي تاتا خط العتبة، تاتا حبة حبة. الحكاية دي مش مصر خالص وملهاش علاقة بالمصريين، بس مع قوة وجبروت الأم المصرية حولتها بعون الله لمصري، وكمان مشت عليها عيالها. أصل الحكاية إيه؟ في شركة هندية اسمها تاتا، دي شركة أتوبيسات لنقل الركاب، فتحت أول فرع ليها في ميدان العتبة في القاهرة. وكانت الناس البعيدة بتسأل يا اخوانا اروح العتبة ازاي، فكانوا يقولوا لها اركب تاتا خط العتبة. ده سر انتشار الكلمة بين المصريين. ومع محاسن الصدف ورزق الأمهات طلعت كلمة تاتا دي كلمة قبطية مشتقة من كلمة فرعونية اسمها تيتي، يعني أسرع أو امش. حصل الانسجام ده زي ما أنا قلت، سيبنا التاتش بتاعنا، طلعنا تاتا خط العتبة وضفنا عليها حبة حبة. شفت بقى أصل الحكاية إيه؟ طول عمرك موهوم إن دي أغنية مصرية مصرية، لا، أصل الأغنية مشتقة من كلمة تاتا الهندية اسم الشركة. عايز أقول إيه بقى؟ في الآخر خالص، يعني لا ترجع الأغنية للهنود، لا إما على الأقل خالص نسمع أفلام هندي عشان محدش يبقى ليه حاجة عندنا إحنا المصريين. أشوفكم في مفاجأة جديدة من حكاوي مصري. مش بقول لك كل ما هو حصري هتلاقيه عندنا في حكاوي مصري. سلام.